دلوقتي بقى كده يا جماعة الخير، بعد ما اتغدينا كده اتغدينا بقى وريحنا كده ساعة ولا حاجة. دلوقتي بعد العصر دي المواعين كده بتاعة الغدا اهي. هغسلها بقى معاكم كده، نغسل المواعين دي نغسل بقى البوتاجاز ونصفي الزيت ودي حلة المكرونة اهي. والرز ده قعر الرز، قعر الحلة يعني، هنغسلها ونجهزها كده ويا بعض. ودول كده جراكن بتاعت البط اهم، انا غسلاهم ومنضفاهم. لما اجي اطلع لهم اخدهم اطلعها لهم واجيب التانيين يعني متسخين وكده هغسلهم. وهنسيق كده الارضيه بقى كده مع بعض ونخلص. اما هنا الدرج بتاع التلاجة اهو، اسرج النور. انا غسلته ونشفته وفضيت البطاطس اللي ابني جايبها. طبعا هو كانوا العيال بيقولوا لي ان لنا شكاره وكده يعني، فهم عيال مش عارفين حاجه. هي كانت شكاره جايه للبيت كلهم وكل واحد له حبه كده، فانا حطيت الحبه اللي جايين يعني تحت، واللي احنا كنا مقطفينها معاكم حطيتهم كده على وشها وحطيتهم كده في التلاجة علشان خاطر ما يبوظوش عندي من الشمس. ومسحت التلاجة من تحت وركبت الدرج. بس الفيديو اللي فات يعني كان طويل، فما حبيتش برضو ان انا اطول عليكم هنا، فاختصرنا كده مع بعض. وهنا البطاطس اهي، طبعا المكان اللي انا كنت حطاها كده ما فيش حاجه خالص اهو في الارضيه. هنشف بس المطبخ وهغسل بقى كده المواعيننا وحالنا كده ومحتلنا ونشوف بقى نطلع من المطبخ وهو رايق ونضيف. طبعا مواعين اهي، مواعين الاكل. هنغسل بقى طبعا التوم كله. انا ما هاتي برطمان التوم، ما استخدمتش التوم كله، انا فرمت بس كده على قد ما استخدمت للاكل والباقي حطيته في البرطمان اهو وحطيته في التلاجة. والجيلي برضو اللي احنا عملناه مع بعض حطيته في التلاجة لحد ما يتمسك كده. بكره ان شاء الله هنوريهولكم لانه علشان ان هو يتماسك لازم يخش التلاجة يقعد 5 ساعات و6 ساعات، فاحنا يعني ايه مش مستعجلين عليه. اما التوم ده انا هحتفظ فيه في البرطمان كده، مش هيجراله حاجة. هعمل برضو بكرة كده شوية من التوم تانيين، هبلهم برضو في شوية مية وهقشرهم واحتفظ بهم كده وعينهم واعمل لهم خلطة مع بعض ونعينهم بدل التوم عندي ما يفرغ خسارة يعني. تمام. اللي وصل معايا لحد هنا يحط لايك والاشتراك للقناة يا جماعة الخير علشان القناة دي تكبر ويبقى لها وجود على اليوتيوب. دلوقتي يا جماعة بقى احنا خلصنا كده غسيل المواعين اهو. تمام. وحطيت بقى المواعين دي تكفى كده تتصفى من المية، وبعدين هطبقها احطها اماكنهم كده اهو. ومسحنا هنا البوتاجاز اهو ونضفناه، ومفيش بقى مواعين ولا حاجة هنا، مفيش بس بقى الا غسيل الارض. هسيق الارضية وهفرشها. طبعا طول ما انا كنت بطبخ وشغالة في المطبخ كنت مدورة الغسالة، اول ما لقيت الشمس طالعة كده وحلوة كده كويسة قمت محمية بقى الولاد علشان خاطر اغسل هدوم المدرسة. زي ما انتوا عارفين الجمعة اجازة وعندنا السبت اجازة، ويوم الحد ان شاء الله تكون نشفوا كده براحتهم. والجو صحيح مش كويس، بس انا هنشرهم قدام الباب، قدام الحبال يعني اللي قدام باب الشقة. وانا كده خلصت تصبين اصلا وخلصت نشير. تعالوا بقى اوريكم الهدوم. وزي ما انتم شايفين كده بقى مطبخنا رايق اهو بعد الغدا. همسح بس الارضيه ولما تنشف هفرش القياس بقى. وطبعا حطينا الجيلي في التلاجة علشان خاطر انه يجمد اهو يا جماعه. دي الهدوم اهي غسلتها نشير وطبعا احنا الوقت كده داخلين على المغرب اهو، لان العصر اتأذن. العصر ادن
زي ما انتم شايفين يومنا زي ما قلت لكم مليان كده بالشغل وكلته حاجات متعبة. طبعا عندي هنا كده الولاد روقوا لي الشقة لان شافوني مشغولة وكده، وعشان برضو انا ما اتعبش من كتر الشغل وكده، فقالوا هنساعدك يا ماما، وسبتهم برضو يعملوا. مش غلط ان ولادنا يعملوا حتى لو هم صغيرين في السن. الولاد يا جماعة يقدروا يعملوا كل حاجة، هم بس عايزين فرصة وعايزين وقت وبيعملوا. طبعا دي هنا السراحة بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين، دي اكياس الدواء بتاعتي، وهنا الدواء بتاع الولاد. يعني مش دواء محدد لحاجة، هي اللي هي بيقولوا عليها إسعافات أولية طبعا، لزق للجروح وبتادين ومرهم مضاد حيوي لأي حاجة وكده. دلوقتي بقى أقفل شقتي علشان خاطر فيها دبان كده أو ذباب، علشان خاطر ما يباتليش كده في الشقة. وهطلع بقى أعلف طيوري وأنام لي شوية بقى، شويتين 3 4 كده. يوم كان طويل والواحد هلك بصراحة، وأتمنى تكونوا استفدتم لو بحاجة بسيطة يعني. ودلوقتي بقى يا جماعة هنا قبل ما انشر الهدوم اللي هنشرها هنا، انا هنشر هدوم المدرسة بتاعت الولاد، علشان خاطر لو الدنيا شتت في البلكونة يبقى هما هنا كده في امان، ما يجيلهمش الشتا ولا يجيلهم ند. تمام. هكنس هنا كده الحتة دي وهروق قدام الشقة، وهكنس السلم كده زي ما انتم شايفين اهو. تمام. هكنس دي اهي. طبعا دي فرشة المطبخ، انا حطيتها هنا كده في الشمس كانت هنا بقى خلاص كده وراحت. على ما سيقت المطبخ هينشف بس وهرجع افرشها بقى تاني اهو زي ما انتم شايفين. طبعا ده هنا العيش بتاع الطيور، والبراميل دي فيها العلف بتاعت الطيور كده. وده قفص كده فيه بصل، ببقى سايباه هنا بستخدمه للطيور، لان البصل ده يعني فيه حاجة في النص كده في قلبها اسمها زريعة. يعني بقوم عاملاه بخرطه خرط كده صغيرة وبحطه للطيور زي تحصينة كده. تمام. يلا بقى هكنسه كده السلم ونرش شوية مية بمعطر، وهكنس ونشوف مطبخنا بقى كده بعد ما روقناه وفرشناه وكده يعني. حلو كده الفيديو على يومين. يوم الجمعة بيكون تعب، بس انا قلت بقى يعني بما اني ما طلعتش السوق اعمل زي ما بيقولوا كده اعمل مصلحة بدل ما انام. خليكم معايا لحد ما نخلص. دلوقتي يا جماعة كده بقى ختم الفيديو بتاعنا اهو. سيقت المطبخ وفرشته اهو زي ما انتم شايفين، والحوض هنا هو النظيف مفيش مواعين، بس بعد ما خلصت بقى غسيل المواعين ومكانش فيه طبيخ عندي ولا حاجة. وغسلنا البوتاجاز، وجت سلفتي جالها مشوار كده فجأة، وجابت لي الأكل بتاعها، قالت لي اطبخهولي. كانت رايحة تسلق عدس اهو زي ما انتم شايفين. ثواني هاتي معلقة كده يا رورو. كانت سلقاه، فقالت لي كمليه عشان انا مستعجلة وماشية. فكان عبارة عن عدس وعدس اصفر وحبايتين من الطماطم وبس يعني، في شوية مية وسلقته لها وبقى بالشكل دون كده. وكانت هي اصلا عاملة تقلية الثوم وجايباها من قبلها بفترة، فالثوم اصلا لما بيتحمر ما بتطشوش على طول، بيغمق كده زي ما انتم شايفين اهو. وانا طفيت عليه
طبخت لها دقيقة الرز دي اهي، على ما هي بقى تخلص مشوارها وتلف لفتها وترجع تاخد حاجتها. ونضفت بقى بوتاجازنا كده وغسلت بقى المواعين التانية صفتها ورصيتها مكانها، وعملت كده صينية كيكة للولاد بس هي في الفرن. محبتش اصورها معاكم طبعا، لكن لما تستوى واطفى عليها هوريها لكم لو طلعت حلو. تمام. مقاديرها كانت ايه؟ كانت جماعة الخير 3 بيضات وكوباية لبن وكوباية الا ربع زيت، والسكر حسب الرغبة، وذرة ملح، وحطيت عليها كيسان من الفانيليا ومعلقة خل أو نقطتين 3 خل، وضربتهم في الخلاط على كوباية دقيق أو كوباية ونص على حسب الدقيق بتاعك ما بيقبل من السوائل. تمام. وضربتهم في الخلاط ونزلت السوائل على الدقيق، وقعدت أضرب فيهم كده بالمعلقة لحد ما بقت مع العجينة يعني ما عادش فيها تكتلات وبقت جاهزة. قلبتها في صينية مدهونة بالزيت وحطيتها في الفرن على درجة حرارة 180، والفرن كان سابق يعني كنت مولعاه أول ما بدأت شغل فيها، وحطيتها في الفرن وأما تطلع بقى على خير كده هوريها لكم. تمام. وسيقنا كده الأرضية والنافور كان داير، ومليت عندي الكولمان وشفشق المية ده، ومليت الأزايز دي. بس الأزايز عندي ملهاش غطيان، دول كانوا أزايز السنة اللي فاتت بتوعة المدرسة، وطبعا غطيانهم خلصت، لكن البغة بتاعتها كانت حلوة فمرضتش ان انا ارميهم فبستخدمهم. ودي بتاع السنة اللي فاتت بغتها يعني مش اللي قوي، مش قد اللي هي، لكن هما حلوين. بعمل ايه؟ طبعا ما بسيبهمش مكشوفين كده. دول 3 كوبايات بقوم عاملاهم كده اهي، بحيث اللي يجي ياخد ازازة تكون عليها كوبايتها زي زمان كده ما كانوا بيعملوا على القلب. تمام. وبكده يا جماعة يكون الفيديو بتاعنا خلص كده النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم لو بحاجة بسيطة من الفيديو النهاردة وامبارح، ده تكملة اليوم اللي فات، وأكون قدرت افدتكم لو بمعلومة. وطبعا جراكن الطيور اللي كانت هنا انا خرجتها فوق، وجبت الجركن اللي كان متسخ اهو غسلته وسايباه يصفى كده على الحوض. الصبح بقى ان شاء الله وانا خارجة هطلع لهم، هطفي بقى النور كده بحيث لو في برضو طير ولا حاجة دخل مني يخرج، علشان ما يباتش طير كده في الشقة ولا حاجة ولا دبان، بحيث ان هو يخرج بقى ما يباتش في الشقة. احنا كلنا عارفين ان الطير بتاع الشتاء صعب كده وغلس وبيخش يبات كده في الشقة ومش بيطلع. وطبعا انا عندي كده الشقة رايقة والذي مروقين طبعا وشايفيني ما برصبن وبعمل اهو، بس عشان بنتي نايمة هنا اهو. فهقفل بقى هرد الشباك عشان لو في حاجة ولا حاجة تطلع من الشقة. وطبعا شقتي رايقة وعندي اكل وعندي حاجتي، وده المغرب استفتح اهون لان احنا كنا بعد العصر. وكنسنا السلم اهو زي ما انتم شايفين، بس اللي هخليهم يحوشوا دي دلوقتي يدخلوها جوه، لكن ما رشتوش ميه اهو. ولمينا كده الكنسة في جنب كده. هخلي بنتي دلوقتي تنزل تلمها قبل الدنيا ما تضل. وطبعا دول كده بيفضلوا زي ما هم وباخد منهم اخرج وخلاص. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا بالفيديو، تكون فيديوهات خفيفة كده على قلوبكم، واشوفكم في فيديو جديد. حطوا لايك لماما، اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ويوصلوا كل جديد. بالظبط كده يا جماعة زي ما رورو قالت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى اخوات. ودلوقتي بقى يا جماعة هنا قبل ما انشر الهدوم اللي هنشرها هنا، أنا هنشر هدوم المدرسة بتاعت الولاد
علشان خاطر لو الدنيا شتت في البلكونة يبقى هما هنا كده ايه في امان، ما يجيلهمش الشتا ولا يجيلهم ند. تمام. هكنس هنا كده الحتة دي وهروق قدام الشقة، وهكنس السلم كده زي ما انتم شايفين اهو. تمام. هكنس دي اهي. طبعا دي فرشة المطبخ. انا حطيتها هنا كده في الشمس كانت هنا بقى خلاص كده وراحت. على ما سيقت المطبخ هينشف بس وهرجع افرشها بقى تاني اهو زي ما انتم شايفين. طبعا ده هنا العيش بتاع الطيور، والبراميل دي فيها العلف بتاعت الطيور كده. وده قفص كده فيه بصل، ببقى سايباه هنا بستخدمه للطيور، لأن البصل ده يعني فيه حاجة في النص كده في قلبها اسمها زريعة. يعني ايه بقوم عاملاه بخرطه خرط كده صغيرة وبحطه للطيور زي تحصينة كده. تمام. يلا بقى هكنسه كده السلم ونرش شوية مية بمعطر، وهكنس ايه ونشوف مطبخنا بقى كده بعد ما روقناه وفرشناه وكده يعني. حلو كده الفيديو على يومين. يوم الجمعة بيكون تعب، بس انا قلت بقى يعني بما اني ما طلعتش السوق اعمل زي ما بيقولوا كده اعمل مصلحة بدل ما انام. خليكم معايا لحد ما نخلص.